حمدا لله وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. يكثر اللغط في قضايا قد استحدثها الناس نتيجة يعني تأثرهم بالغالب المنتصر في الغرب، يعني بالذات قضية أعياد الميلاد وأعياد الزواج والاحتفال بها. هل هي بدعة؟ هل هي من الدين؟ هل يوافقها الدين؟ هل يسمح بها الدين؟ ما علاقتها بالدين؟ أنا أقول والله أعلم. اولا، اعياد الميلاد لا علاقه لها بالدين لا من قريب ولا من بعيد، تمام؟ هذا امر. بس فيه خلل حاصل في الامه كلها. لما يكون حماده ولا ميمي ولا تيتي ده ولا اي اسم، يعني له سنه، مولود سنه، يعني هو لا يعرف ان يقول لا بابا ولا ماما ولا عيد ولا عزاء ولا حزن، يعني ما عندوش الفاظ، تمام؟ والاسره كلها بالقبيله بالعشيره تعمل له عيد ميلاد. بالله عليك، يعني يا اما انا مش فاهم يا اما اللي قدامي بيستعبطني. ازاي يعني؟ يعني الولد ابو سنه ده وراحوا عملوا حفله وخدوا قاعه واجروا مش عارف ايه وفرقه وصوروا الولد مثلا او البنت. ما علاقه هذا مش بالدين؟ بالعقل. عقلي انا، يعني خلاص الولد، يعني دلوقتي انا وديته ناسا وطلع شاف المريخ وتكون في ذهنه صورة عن الفرح والعرس. يا اخوانا، يعني هذا لا علاقة له، يعني لا بدين ولا ولا بعقل. هذا امر. طيب، الولد راح المدرسة، كل الصف الدراسي والفصل الدراسي 30 عيل و30 بنت بيحتفلوا بعيد الميلاد. ابوه وامه يقول له احنا ما عندناش اعياد ميلاد. يشعر الولد انه من اسره متخلفه، وانه للاسف الشديد كيف نشأت انا في هذه الاسره، وكيف يا امي وافقت على هذا الرجل الهمجي الاتي من خلف الجاموسه لكي يعترض على حفله عيد الميلاد الموقره او الجميله او المهم. يعني المهم، عايز اقول شيء. ايه رايكم اذا اوقفنا شيئا اعطينا البديل؟ احنا عملنا ايه من 40 سنه في العائله بتاعتنا والاسره والمعارف والاحبه بالالاف بفضل الله. ربطت او اردت ان اربط ما بين اليوم الذي كما اعلم يعني ولد فيه الولد والبنت بمدى حفظه لجزء من كتاب الله، قليل او كثير، فيكون الاحتفاليه دي مكافاه للولد والبنت ان بفضل الله سبحانه وتعالى أتم من القرآن كذا، أو حفظ كذا، أو عرف من السيرة كذا، أو قرأ من الكتب كذا، أو أضاف إلى علومه الثقافية كذا، أو قرأ كذا كتاب، أو أنتج شيئا معينا، أو يعني منتج معين. فكل سنة، وبعدين يجي عند سن معينة خلاص عيب كبير أن راجل عنده 50 سنة وواحدة سبحان الله العظيم عجوز متصابية عندها 67 ولا 77 ولا 87. عيد ميلاد تيتا، عيد ميلاد ستو، عيد ميلاد احلى ام. يا جماعة، يعني لنعيد ترتيب اولويات افكارنا مرة اخرى. لكن القضية لا نقول فيها حلال ولا حرام، لكن يجب ان نقول اولويات العقل المسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.